السلام عليكم ورحمة الله، ازيكم يا شباب؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهاردة معانا أمر مهم جدا من أوامر التسعير، وهو ال FXB، وده واحد من أهم أوامر التسعير في نظام أماديوس. بنستخدمه للتسعير التلقائي لما بيكون عندنا حجز TST، وهيكون في حلقة مخصصة بنشرح فيها ايه هو TST وايه هي وظيفته، بنستخدمه في هو واحد من الحاجات المهمة برضو في نظام أماديوس اللي لازم نكون عارفينها. ال FXB طبعا لازم يكون عندك حجز كامل، وهو ده اللي بيطلع لك سعر نهائي للتذكرة بناء على بيانات الحجز. وهو الأمر النهائي اللي بنستخدمه لإصدار التذكرة، يعني الخطوة اللي هي بتكون قبل الإصدار على طول. من الآخر هو الأمر اللي بيعمل عملية تسعير شاملة للتذكرة، سواء كان فيها خدمات أو مفيهاش خدمات. عندنا هنا في الجزء دوت اللي هو شرح الصورة أو المثال. طبعا ده المفروض إن إحنا هنا سيبك من شرح الصورة ده اللي هي الخطوة العملية، ده هو المفروض إن هو مثال إحنا بنطبقه، بس للأسف إحنا ما عندناش سيستم، فإحنا مستنيين لما يكون عندنا سيستم هنعمل حلقة شورت كده للمثال ده مخصوص، وهيكون في حلقات كتير عملية بالنظام إن شاء الله لما يكون بس معانا النظام أو السيستم. طبعا ملاحظات هنا، لو في أي تغيير في درجة الرحلة، في درجة الكرسي أو في الرحلة نفسها، سواء من قبل شركة الحجز أو من قبل شركة الطيران، بالأمر ال FXB بيحدث سعر التذكرة سواء قلت أو زادت. فأنت كموظف حجز طيران لازم تكون عارف الكلام ده كويس. في النهاية طبعا ال FXB بيولد ال TST، ودول عنصرين مهمين للتسعير في نظام أماديوس. وهنا تعلم قراءة ال TST هيكون ليها حلقة مخصوصة مفصلة بعد الأمر اللي جاي، لأن الحلقة اللي جاية هتكون الأمر النهائي في تسعير، الأمر النهائي لتسعير التذكرة، آخر حاجة معانا. بعد كده هيبقى الحلقة اللي بعدها ال TST شرح هيكون مفصل جدا، وحلقة هتكون مفصلة جدا. طبعا دي حلقة بسيطة، أتمنى تكونوا استفدتوا منها، ومتنسوش تعملوا لايك وسبسكرايب وتكتبوا رأيكم في الكومنتات، واستنوا الحلقات الجاية، وإن شاء الله بالتوفيق.